سيد رئيس الحكومة في بداية هذا الاجتماع، وكاين سؤال: هل نوقش هذا الموضوع؟ نوقش باستفاضة كثيرة جدا، وهذا ربما هو اللي ما خلاش الوقت أنه أجلنا بعد المراسم، وتمت إحاطة هذا الموضوع من جميع جوانبه. ونبدأ اللحوم الحمراء. الحكومة دارت جوج ديال الإجراءات مهمين جدا. الإجراء الأول هو استيفاء الرسوم الجمركية اللي كانت كدار لحماية القطيع الوطني، تم استيفاؤها. شفنا بأنه ما زال هناك تأثير على الأسعار. مباشرة بعد ذلك قامت الحكومة بتعليق أداء الضريبة على القيمة المضافة، وأنا قلتها غير ما مرة في هذه الندوة الصحفية: المهنيين استحسنوا هاد الإجراءين هذه، واللي هو أكيد بأن هاد الإجراءات هذه كلها غادي يظهر التأثير ديالها في القريب العاجل. لكن يجب أن نعترف جميعا بأنه يجب أن نتفق. إذا كانت المصلحة ديال الأسر المغربية راه خصنا نتفقوا عليها جميعا، وهذا الحكومة راه غادير شغلها، راه سوف تضرب بيد من الحديد. والاجتماعات الآن تدار على مستوى لا الحكومي ولا على مستوى يعني الولاة ولا على مستوى العمال، وسوف يتم مراقبة الأسواق وضبط جميع المخالفات والضرب والزجر وجميع الإمكانيات القانونية والقضائية والزجرية سوف يتم يعني تفعيلها في هذا الإطار هذا، لأن لا معنى أنه في وقت معين كنا كنتفهموا سعر ديال واحد المادة مرتفع، ولكن منين تهبط هذه المادة طبيعي جدا يجب أن تنخفض، ويجب أن يستهلكها المواطن بواحد السعر اللي هو معقول. طماطم الآن الكميات المزروعة مقارنة مع السنة الماضية هي أحسن، لكن كاينه موجة ديال البرد، وجا واحد السؤال مرتبط بالتصدير من عدمه. الحكومة سوف تتخذ جميع الآليات والميكانيزمات اللي غتضمن التمويل العادي والطبيعي بكميات وفيرة، وأيضا لكي تنخفض الأسعار، لكي نحافظ كيف ما قلت على القدرة الشرائية ديال المواطنين. الحليب أيضا اتخذت فيه مجموعة من الإجراءات، الحمد لله هذه الإجراءات أعطت النتائج ديالها. المواد ديال الحليب متوفرة، نتمنوا أنه نتحكموا أكثر في المستقبل لكي تنخفض كل هذه المواد. اللي نبغي نأكد عليه مرة أخرى بأن هذا موضوع تعتبره الحكومة حاليا من الأولويات وتشتغل عليه عن كثب وبقوة، وكيف ما قلت سوف يتم التدخل ومراقبة جميع النقط، جميع المخالفات التي سوف يتم ضبطها في أي نقطة كانت بعيدة أو قريبة، سوف تكون موضوع محضار أو متابعة قضائية أو زجر أو حتى متابعة، يعني جميع المتابعات اللي ممكن تدار غادي تدار، لأنه لا يمكن أن يستمر هذا العبث. هذا عبث، والحكومة أيضا في أفق أنه نتحكموا في هذا الموضوع هذا. يجب أن نباشر الإصلاحات اللي تكلمت عليها، خاصة على مستوى يعني الآليات والسلاسل ديال التسويق، لأن حتى هي كتساهم، وهذا الشيء خصنا نعترفوا به، تساهم أيضا في الرفع من أسعار مجموعة من المواد. غادي يكون اجتماع هذا المساء سوف يعني يشارك فيه جميع القطاعات المعنية، اللي بالمناسبة أيضا غادي يتعاد نشوفوا شنو تعمل لحد الآن، الإمكانيات المتوفرة، الإمكانيات ديال التدخل، وطبعا في كل يوم غادي يكون إن شاء الله الجديد في هذا الموضوع اللي غادي يعني ما غاديش نبخلوا عليكم به، وغادي نقدموا لكم معطيات بشأنه. البلاغ الصحفي كان واضحا. السيد رئيس الحكومة أعطى توجيهات لجميع القطاعات المعنية، اللي أولا للتدخل، وثانيا للتواصل مع المواطنين بالإجراءات اللي كتقوم بها الحكومة، لأنه هناك إجراءات مهمة، لكن للأسف هناك من يريد أن يعبث بالجيب ديال المغاربة، والحكومة سوف تضرب كيف ما قلت بقوة.